إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والعقود. معانا ملخص موجه لطلبة القانون خصوصاً في السداسي الثاني. الهدف ديالنا هو نبسط هذا المفاهيم اللي هي حجر الزاوية في دراسة القانون. يلا نبدأ. بالفعل، هذه هي النقطة الأساسية. فهم الالتزامات والعقود هو الأساس لكي يتبنى عليه كل شيء تقريبا في القانون المدني والتجاري، وهذا الملخص غادي يساعد باش نحط الأساس بشكل صحيح. إذن المصدر كيبدأ بتعريف الالتزام أو ما يسمى بالحق الشخصي، وكيقول إن المشرع نظمه في الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود. نعم، من الفصل 1 حتى للفصل 477. ومن بعد كيعدد طرق انقضاء الالتزامات. القائمة طويلة: الوفاء بمقابل، اتحاد الذمة، التقادم، المقاصة. وكاين استحالة التنفيذ، الإبراء، التجديد والإنابة. خلينا نشرح هاد شي ببساطة. شنو هو الالتزام بعدين؟ الالتزام ببساطة هو واحد الواجب القانوني على شي شخص تجاه شخص آخر. يعني خاصك تدير شي حاجة بالدرجة. الالتزام هو شي حاجة كيلزمك القانون تديرها لشي واحد آخر. بحال يلا بعتي شي تليفون انت ملزم تعطيه ليه وهو ملزم يخلصك. مفهوم. وهذا الالتزام كيسالي ما كيبقاش للأبد. المصدر ذكر الوفاء، هذه باينة، يعني كدير داكشي اللي عليك. بالضبط. الوفاء هي أشهر طريقة. هي صافي درتي بكشي اللي عليك، عطيتي التليفون وعطاك فلوسك، سال الالتزام. وكاينة حاجة أخرى سميتها استحالة التنفيذ، هذه كتبان مهمة جدا. استحالة التنفيذ كتعني أن شي حاجة وقعت خارجة على الإرادة ديالك خلات تنفيذ الالتزام مستحيل. مثلا داك التليفون اللي كنتي غتبيع عليه تهرس ليك قبل ما تعطيه ليه في شي حادثة. هنا التنفيذ ولا مستحيل، ماشي بخطأ منك، هنا الالتزام كيسالي. مزيان. دابا ننتقلوا لأوصاف الالتزامات. المصدر كيركز على جوج: الشرط والأجل. نعم، الشرط والأجل هما بجوج كيتعلقوا بالمستقبل، ولكن كاين فرق كبير بيناتهم. يلا نبداو بالشرط. المصدر كيعرفوه بأنه أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، ممكن ومشروع، وكيقسموا لجوج أنواع: شرط واقف وشرط فاسخ. تماما. الشرط هو شي حاجة تقدر توقع وتقدر ما توقعش في المستقبل، والالتزام ديالك معلق عليها. كيف زعما شرط واقف وشرط فاسخ؟ الشرط الواقف كيما سميتو كتقول كيوقف الالتزام. يعني الالتزام ما كاينش أصلا، واقف حتى يتحقق داك الشرط. بالدارجة بحال إلا قلت لك غنبيع لك طوموبيلتي إلا نجحت في امتحان المحاماة. هنا عقد البيع مازال ما كاينش، واقف على النجاح ديالي. إلا نجحت كاين العقد، إلا سقط ما كاين والو. فهمت. يعني الالتزام كيكون معلق. والشرط الفاسخ؟ الشرط الفاسخ هو العكس. هنا الالتزام كاين وقائم وخدام، ولكن مهدد بالزوال. مثلا كريت ليك داري وقلت لك تقدر تبقى فيها حتى يرجع ولدي من الخارج. هنا عقد الكراي كاين وانت ساكن، ولكن غير يرجع ولدي يعني يتحقق الشرط، العقد كيتفسخ والالتزام كيسالي. واضحة جدا بالأمثلة. دابا الأجل. المصدر كيقول الشروط ديالو هي أمر مستقبلي وأمر محقق الوقوع. هذا هو الفرق الجوهري. الأجل حتى هو أمر مستقبلي بحال الشرط، ولكن الفرق هو اليقين. الأجل متأكدين 100% أنه غادي يوقع. يعني إذا بالنسبة للشرط ومتى بالنسبة للأجل. ممتاز. هذيك هي الخلاصة. الأجل هو حدث مستقبلي ولكن أكيد. مثلا يلا قلت ليك غنخلصك نهار واحد في الشهر الجاي، هذا أجل محدد وعارفينه. أو يقدر يكون أجل غير محدد، بحال يلا قلت ليك غنعطيك الفلوس فاش يتوفى فلان. الوفاة ديال أي شخص هي حاجة أكيدة غتوقع، واخا ما عارفينش امتى بالضبط. هذا حتى هو أجل ماشي شرط. هاد النقطة مهمة بزاف، حيت عدم اليقين في التوقيت كيخلط الأمور. صح، ولكن العبرة هي باليقين من وقوع الحدث نفسه ماشي توقيته. واخا. دابا منين كيجيونا هاد الالتزامات؟ المصادر كيحدد مصادر الالتزام. نعم، كيحددها في العقد، الإرادة المنفردة، أشباه العقود، والجرائم وأشباه الجرائم. وكيضيف ملاحظة مهمة أن المشرع ما ذكرش القانون كمصدر مباشر. وهذه نقطة غادي نرجعوا ليها في الآخر. دابا نشرحوا هذه المصادر. يلا. الأول والأشهر هو العقد. العقد هو المصدر الرئيسي، هو الاتفاق بين جوج ديال الناس أو كتر، بيع، كراء، شركة، هادو كلهم عقود. والثاني هو الإرادة منفردة.
هذه شوية غريبة. كيفاش إرادة وحدة تخلق التزام؟ هي فعلا حالة خاصة. هي فاش واحد الشخص كيلزم راسو براسو. المثال الكلاسيكي هو الوعد بجائزة. بحال يالله ضاع عليك شي قط وعلقتي ورقة في الزنقة كتقول اللي لقى القط ديالي نعطيه 500 درهم. في هذه اللحظة انت خلقتي التزام على راسك بإرادتك بوحدك. صح. والمصدر الثالث أشباه العقود، وتحديداً الإثراء بلا سبب. هذه أساسها هو العدل. يعني ما يمكنش لشي واحد يتغنى على حساب واحد خور بلا حق. مثلا البنكة صيفطات ليك 1,000,000 سنتيم للكونت ديالك بالغلط. هنا انت أتريت، يعني تزادت عندك الفلوس، والبنكة افتقرت. وخا ما بيناتكم لا عقد لا والو، القانون كيلجمك ترجع دوك الفلوس. منطقي جداً. والمصدر الأخير هو العمل غير المشروع. هذا هو اللي كنعرفوه بالمسؤولية التصيرية. ببساطة، إلا درتي شي ضرر لشي واحد خاصك تعوضه. بحال إلا كنتي سايق وضربتي لشي واحد طوموبيلته، هنا القانون كيلزمك تعوضه على داك الضرر. الالتزام جا من الخطأ ديالك اللي سبب ضرر. مزيان. دابا ندخلوا في المصدر الأول والأهم، العقد. المصدر كيقول أن أساس قوته الملزمة هو مبدأ سلطان الإرادة. سلطان الإرادة هذا مبدأ فلسفي كبير في القانون. كيعني أن الإرادة ديالك هي السلطان. داكشي اللي اتفقتي عليه مع الطرف الآخر كيولي بحاله بحال قانون بيناتكم. العقد شريعة المتعاقدين. ولكن واش هاد السلطان مطلق؟ يعني نقدر نتفق على أي حاجة؟ لا طبعا لا. سلطان الإرادة مقيد بالنظام العام والآداب العامة. ما يمكنش دير عقد ديال بيع المخدرات وتقول هذا سلطان الإرادة. مفهوم. المصدر من بعد كيدوي على أنواع العقود: الرضائية، الشكلية، والعينية. شنو الفرق؟ هذا تصنيف مهم بزاف. العقد الرضائي هو الأصل، كافي فيه غير رضا، يعني التراضي ديال الطرفين واخا يكون غير بالهضرة. بحال فاش كتشري الخبز من الحانوت. والعقد الشكلي؟ العقد الشكلي، القانون كيشوف أن الموضوع ديالو مهم وخطير، فكيفرض واحد الشكلية معينة، غالبا هي الكتابة. بحال بيع وشراء ديال الديور والعقارات، ما كافياش الهضرة، خاص العقد يكون مكتوب وموثق. بلا ديك الشكلية العقد ما كاينش. والعقد العيني؟ العقد العيني حالة خاصة أكتر. هنا بالإضافة للرضا، العقد ما كيتكونش حتى كتسلم الحاجة اللي هي موضوع العقد. المثال المشهور هو الرهن الحيازي اللي كنسميو من الدارجة الرهان. فاش كتمشي تحط الذهب، العقد كيبدا فاش كتعطيهم الذهب، ماشي غير فاش كتفقوا. التسليم هنا ركن في العقد. ممتاز. ودابا أركان العقد: الرضا، المحل، والسبب. والمصدر كيركز على الرضا وعيوب الرضا. نعم، باش يكون العقد صحيح خاص الرضا، يعني الموافقة، تكون سليمة وخالية من العيوب. والعيوب هي الغلط، التدليس، الإكراه والغبن. نبداو بالغلط. شنو هو؟ الغلط هو فاش كيوقع واحد سوء تفاهم كبير وجوهري. مثلا انت باغي تكري ليا واحد الدار وانا كيسحاب لي راك كتبيعها ليا. هنا كل واحد فينا فواد، العقد ما كاينش اصلا. والتدليس؟ التدليس هو التخداع والكذوب. هو فاش الطرف الاخر كيستعمل طرق احتياليه باش يدفعك دير العقد. بحال شي واحد يبيع لك طوموبيل ويقول لك عمرها دارت كسيده، وهو عارفه كانت مقلوبه، واستعمل طرق باش يغطي العيب. هنا كاين تدليس. والإكراه؟ هذا باين من سميته. الإكراه هو التهديد. هو فاش شي واحد كيجبرك على العقد بالتهديد، بحال إلا قال لك إما تسيني على هذا العقد ولا ندير لك شي حاجة خايبة. هنا الرضا ديالك ماشي حر، وبالتالي العقد معيب. إذن فاش كيكون عندنا عقد فيه واحد من هاد العيوب كنوصلوا للجزاءات. وهنا كاين جوج مصطلحات كيخلقوا مشكل للطلبة: البطلان والإبطال. وهذه هي أهم نقطة في الدرس كامل. الفرق بين البطلان والإبطال هما ماشي نفس الحاجة أبداً. كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم؟ أحسن طريقة هي نتخيل أن العقد الباطل هو كائن تزاد ميت، والعقد القابل للإبطال هو كائن تزاد مريد. استعارة قوية. زيد شرح لينا العقد اللي تزاد ميت. العقد الباطل هو عقد ناقص شي ركن أساسي من أركان الوجود ديالو. مثلا عقد ديال بيع المخدرات، المحل ديالو غير مشروع، أو عقد دارته مع شي واحد مجنون، الرضا ديالو منعدم. هذا العقد القانون كيعتبره بحال عمرو كان، وهو والعدم واحد، ميمكنش يصحح. الميت ما كيرجعش للحياة. مفهوم. والعقد المريض القابل للإبطال؟ بالضبط، هذا عقد زاد صحيح، الأركان ديالو كاملة كاينة، ولكن فيه شي عيب، مريض.
غالبا كيكون واحد من عيوب الرضا اللي دوينا عليها: تدليس، إكراه. العقد هنا كاين وخدام، ولكن الطرف اللي تضرر، الضحية، عنده الحق يطلب من المحكمة تبطله. عنده الحق، يعني عنده الخيار. تماما، عنده الخيار. في واحد المدة معينة، غالبا سنة، يقدر يمشي للمحكمة ويطلب الإبطال. أو إذا شاف أن العقد في صالحه وخافي هداك العيب، يقدر يتنازل على حقه في الإبطال، وهنا العقد كيبرى وكيولي صحيح ونهائي. إذن الفرق كبير بزاف. في البطلان العقد ميت من الأول وما عندوش علاج. في الإبطال العقد حي ولكن مريض، والمصير دياله في ضد الضحية، إما تقتله بالإبطال أو تداويه بالإجازة. هذه هي الخلاصة، وفهم هذا الفرق هو اللي كيميز الطالب المتمكن. إذن قمنا برحلة سريعة ولكن أساسية. بدينا من تعريف الالتزام، دزنا للمصادر ديالو، وغصنا في العقد، الأركان ديالو، الأمراض ديالو والدواء ديالو. وهذه المفاهيم هي الأبجدية اللي كيتكلم بها أي قانوني. الفهم الدقيق للفرق بين الشرط والأجل وبين البطلان والإبطال هو اللي كيعطي القوة للطالب والممارس. وقبل ما نساليو المصدر، لما الواحد الملاحظة مهمة، أن المشرع ما حطش القانون كمصدر مباشر ومستقل للالتزام، وهادشي كيخلينا مع واحد سؤال للتفكير. سؤال عميق فعلا. واش ما كاينيش التزامات كتجينا نيشان من القانون بلا عقد بلا خطأ؟ مثلا التزام الآباء بالنفقة على أولادهم، أو التزامنا كلنا باش نخلصوا الضريبة. هذه الالتزامات المصدر ديالها المباشر هو نص القانون،